واو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بنجدد ترحيبكم على قناة أبرار التعليمية والتجارية. والفيديو النهاردة مختلف شوية، هناخد أول 10 دول متقدمين في جودة التعليم، وهناخد أول حاجة التعليم في سنغافورة، وهندرس دولة سنغافورة بيعملوا في التعليم. ربما نحن نستفاد من التجربة السنغافورية زي ما استفادت منها الكويت الشقيق. يلا بينا نشوف هما بيتعاملوا ازاي مع التعليم. بداية عدد سكان سنغافورة 6 مليون. نسبة السكان 76% من الصين، والباقي بقى جنسيات مختلفة من الهند ومن ملاوي ومن أندونيسيا وماليزيا والدول المجاورة. بتتعدد الديانات في أندونيسيا حسب جنسيات السكان، طبعا عشان الاختلاف الفظيع بين الجنسيات المختلفة. فقام رئيس الوزراء بتوحيد اللغة وخلاها اللغة الأساسية للدراسة هي اللغة الإنجليزية، وبعد كده اللغة التانية الأم. عندي مجموعة من المواد اللي بيدرسها الطالب هي زي اللغات والفنون والموسيقى والعلوم والرياضيات والحرف اليدوية بيدرسها. دي بيدرسها في المرحلة الابتدائية. الطالب لما بيجي يدخل المرحلة الابتدائية اللي بتبدأ من سن 6 سنين لحد 12 سنة بيتعلم الأخلاق والعادات والتقاليد، وبنركز على الكمية الكيفية، نوع حاجات صغيرة قوي، مش بنهتم بالكم الكبير. ومفيش أي اختبارات إلا في نهاية المرحلة الابتدائية اللي هي بعد سن 12 سنة. يبقى هو بيدخل المدرسة سن 6 سنين. طبعا في حضانة وفي روضات وفي حاجات من دي من 3 سنين بيبدأ التعلم عندهم. نظام الاختبارات عندي اختبارات شفوية وكتابية واستماع. الاختبارات الكتابية في اللغة الإنجليزية، بيمتحن في اللغة الإنجليزية واللغة الأم بتاعته اللي هو بيكتبها في الاستمارة لمدة 5 ساعات. الامتحان مقسم على ورقتين، في يومين بيمتحنهم شفوي. الاختبارات الكتابية بقى في الجرامر، القواعد الخاصة باللغة الإنجليزية ولغته. بعد كده بيجي عملية تحديد المستوى في الرياضيات والعلوم والموسيقى. نيجي بقى نتكلم عن حاجة مهمة أوي، هي المعلم في سنغافورة أعلى راتب في الدولة. وهناك طبعا الموضوع ده مش عاجب رئيس الوزراء، فبيعمل مفاوضات ومبادرات لارتفاع دخله، بيحاول يزود دخله. مش من وظيفة المعلم القيام بالأعمال الإدارية، لا وظيفة ناس تاني. فعشان كده بيعينوا ناس كتير كبيرة قوي أو عدد كبير قوي في وظيفة التعليم. كل معلم ملزم بمجموعة من الطلبة علشان يعلمهم ويهتم بيهم. مرتب المعلم في دولة سنغافورة 56,000 دولار، تعتبر أولى عالميا في جودة التعليم. رئيس الوزراء زي ما قلت بيعمل مبادرة رفع أجره فترة في الأجازة لتدريب المعلمين وتنمية مهاراتهم، طبعا مدفوع بأجر، وأعلى الأجور بيضاف للمرتب أو للراتب. ده كانت أهم المعالم في دولة سنغافورة. الفيديو اللي جاي طبعا هنتكلم عن المرحلة الثانوية في دولة سنغافورة. طبعا مفيش مرحلة عددية، المرحلة الثانوية بتبدأ من 13 ل 17 سنة بعد اجتياز اختبار المستوى في الرياضيات والعلوم والموسيقى والفنون. بيبتدي بقى نحدد وجهته. ما عندهمش حاجة اسمها هم هناك أدبي. منساش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان نوصل لكم في الفيديوهات الجايه. احنا خدنا النهارده التعليم في سنغافوره او التعليم في سنغافوره. لسه في فيديو تاني عن المراحل الجامعيه في سنغافوره بالدراسه، لربما نستفاد فيها في تجربه مصريه. اشوفكم على خير في شرح فيديو جديد مختلف نوعا ما عن فيديوهات قناة أبرار التعليمية، واحنا بنقيس مستوى التعليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.